السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعًا في أسعد حال، وأخبار رمضانكم إيه؟ يا رب يكون رمضان الهنا والخير عليكم. طبعًا ما فيش رمضان بيعدّي في أي بيت مصري إلا ولازم نعمل الرقاق، الرقاق ده أساسي في كل بيت مصري. تعالوا الأول نشوف تعصيجة اللحمة الصح، ما ينفعش إن أنا أعصّج اللحمة الأول بعدين أحط البصل، ما بيدّيش أي طعم للحمة خالص. إحنا لازم إن إحنا بنعصّج أو بنحمّر البصلة الأول تاخد تشويحة حلوة وتاخد اللون الدهبي بتاعنا، لإن هو ده اللي هيدّي الطعم للبصلة بتاعتي، تمام، أو للحمة بتاعتي العصّاج بتاعي. أهم حاجة كمان في العصّاج إن هو ما يبقاش فيه نسبة دهون كتير، ده مش كفتة ولا برجر ولا الحاجات دي. لازم تكون اللحمة بنسبة دهن بالكتير أوي 20% علشان تدّيك الطعم الحلو. تمام، هنا أنا البصلة بتاعتي اتشوّحت ونزّلت عليها باللحمة، هابدأ بقى إن أنا كده يعني هي كانت متجمّدة معايا شوية، هابدأ إن أنا أفُكّها كده شوية لغاية لمّا تستوي معايا وأقلّبها على كل الجوانب لغاية لمّا تاخد طعم البصلة والبصلة تاخد طعم اللحمة. هنا اللحمة خلاص كانت بدأت تستوي معايا، هابدأ بقى أنزل عليها ب7 بهارات وملح وفلفل زي ما أنتِ عايزة، حابة تحطّي عليها معلقة شطة كمان ما فيش مشكلة، ودي بقى التكّاية بتاعة المطاعم اللي بيعملوها في المحلات الكبيرة. وهي إن هُم بيحطّوا طماطماية متقطّعة رفيّع، وبيحطّوا فلفل رومي أو فلفل حار حسب اللي أنتم عايزينه، وحسب أنتم بتحبّوا الشطة والّا لأ. هي دي بقى بتدّي taste حلو أوي، أوي للحمة. ما تحطّوش بقى إيه، صلصة معاها، لإن ديّة مش بولونيز، تمام، ديّة لحمة عصّاج بنعمل بيها المكرونة البشاميل، نعمل بيها الرقاق، الجلاش، بتدّي له طعم حلو أوي، غير اللازانيا. اللازانيا هي اللي بتحب البولونيز، تمام. طيب الرقاق بقى يا سمر بتعمليه إزاي؟ أنا بصراحة ما لقيتش رقاق ناشف فجِبت رقاق طري، حطيت كوباية شوربة وحطيت كوباية لبن وحطيت عليهم رشة بيكنج باودر ومعلقة زبدة، تمام. هابدأ بقى إن أنا أدوّب الرقاق الطري في الخلطة دي وهاحط ما بين كل طبقة وطبقة زبدة. هو الرقاق الطري يا سمر بيتعمل زي الرقاق الناشف برضه لازم يتسقي؟ آه. ما نعملهوش كده، لإن لو عملتيه كده مش هيدّيكِ نتيجة حلوة خالص وهينشف منِّك، فلازم برضه إن إحنا نسقيه زي ما بنسقي الرقاق العادي، الرقاق الناشف بتاعنا. واللبن والشوربة لازم يكونوا سخنين، مش سخنين لدرجة الغليان، بس يكونوا سخنين بدرجة كويسة. هابدأ برضه الزبدة أهم حاجة في الرقاق بتاعي إن هو يتشرب زبدة كويس. عجينة الرقاق بتحب الزبدة، لازم إن أنا أخدمه زبدة، أدّي له زبدة عشان يطلّع لي التيست الفلاحي بتاعي الطعم الجميل، ولازم أو يُفضّل إن هي تكون زبدة بلدي، هتدّيكِ طعم في حتّة تانية خالص. هنا حطيت 3 طبقات من الرقاق نزّلت العصّاج بتاعي وهاحط 3 طبقات تاني من فوق، وهابدأ إن أنا أسقيه بالزبدة كلّه من فوق. بُصّوا داير ما يدور كده حطيت عليه الزبدة كلّه، عوّمته زبدة من فوق ومن تحت. هو الرقاق كده يا جماعة، الرقاق دسم عن الجلاش، لازم إن هو ياخد نسبة زبدة محترمة عشان يدّيكِ نتيجة حلوة. قطّعته بقى التقطيع اللي أنتم عايزينه، أنا قطّعته كده مثلثات زي البيتزا، وهابدأ إن أنا أدخّله الفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت علشان ياخد اللون الدهبي الحلو بتاعي، ما اعلّيش أوي عشان ما ينشفش منّي ويجلد. ده كان شكل الرقاق معايا أول ما طلع من الفرن. بُصّوا ما شاء الله لونه جميل وشكله جميل، والله الكاميرا مش مبيّنة اللون أوي، أنا باحاول أجيب لكم اللون بتاعه، اللون الدهبي الحلو الجميل اللي إحنا بنحبه كده في الرقاق، وريحته كانت بسم الله ما شاء الله، كانت ريحته مفحفحة وجوّعتنا قبل الفطار، والعصّاج كمان برضه بيدّي ريحة حلوة أوي للرقاق، يعني العصّاج بيفرق. بُصّوا أنا حاولت أقرّب الكاميرا قدر الإمكان علشان أورّيكم اللون بتاعه كان عامل إزاي، لونه حلو أوي من فوق ومن تحت. نبدأ بقى إن إحنا نقطّعه علشان خلاص وقت الفطار أذن. دوّة شكله ما شاء الله، القطعة ماسكة نفسها وفي نفس الوقت الحروف كده مقرمشة مش ناشفة، ومن جوّه طري كده وجميل وطعمه كان حلو أوي، أوي. جرّبوه بالطريقة دي بجد هيدّيكم نتيجة هايلة محترمة جدًا، وشرّفتوني ونوّرتوني في مطبخ سمر.